الأكبر من حرب إيران. قرار حكومي برفع أسعار الوقود أثار غضب مستشار بن زايد، وصفه بقرار غير مسؤول وفي غير وقته، في خسائر بالمليارات في قطاعات مختلفة وهجرة عكسية من الإمارات إلى الخارج. النهاردة الثلاثاء 31 مارس 2026، الساعة الآن 4 عصرا بتوقيت القاهرة. قرار حكومي الحقيقة النهاردة الصبح من هيئة الوقود في الإمارات برفع أسعار الوقود. البنزين ال 92 و 95 رفع بنسبة 30% تقريبا، أما الديزل فرفع بنسبة 70%. القرار طبعا أثار غضب وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة أنه القرار له تفسير. أن الإمارات بتعمل بنظام ربط أسعار الوقود في الداخل بأسعار النفط العالمي، فلو انخفضت الأسعار تنخفض، لو ارتفع سعر برميل النفط عالميا ترتفع الأسعار. ومع نهاية كل شهر المواطنين في الإمارات بيكونوا مستنيين القرار، هل يا جماعة في رفع في الأسعار ولا تثبيت ولا يكون في انخفاض. لكن